الوطن العربي دلوقتي في مشروعين كرويين كبار جدا ويعتبروا من أخطر المشاريع على الكرة العالمية. والمشروعين دول هما أكاديمية محمد السادس بالمغرب وأكاديمية اسباير بقطر. تعالوا نعمل حلقة نقارن ما بين الاتنين بالأرقام ونشوف من وجهة نظركم ونظري ايه الأكاديمية اللي فعلا تختلف عن التانية، وايه الأكاديمية اللي بتقدم تطور أكتر لكرة القدم العربية. يلا بينا، معاكم مصطفى الدالي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبتدي الحلقة. ليتس جو. في البداية أول حاجة لازم نقولها إن أكاديمية محمد السادس حاليا اتشهرت وبقت معروفة بسبب منتخبات المغرب وإنجازات منتخبات المغرب من اللي بتعملها دلوقتي في السنين اللي فاتت. كأس العالم 2022 المغرب خدت المركز الرابع، الأولمبياد خدت المركز الثالث، كأس العالم للشباب تحت 20 سنة قدرت تفوز بيه المغرب أصلا إنها تكسب كأس العالم، وحاليا كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المغرب اتظلمت وخرجت امبارح أمام البرازيل بسبب تحكيم فاجر. لكن اللي هنقوله إن دلوقتي أكاديمية محمد السادس قدرت تقدم جيل أو أجيال قادمة للمنتخب المغربي وتطور جامد جدا في الكرة المغربية. أما أكاديمية اسباير فهي قدرت تستثمر بالمليارات، مليارات الدولارات قدرت تستثمر فيها أكاديمية اسباير بقطر، وأصبحت أكاديمية عالمية بيتجه إليها لاعبين الكرة من جميع أنحاء العالم. تعالوا نتكلم على مقارنة أكبر وأوسع شوية. تعالوا كده نتكلم ونسأل سؤال منطقي جدا: ايه هي الأكاديمية اللي فيهم اللي بتقود جيل عربي قوي وبتطور داخل الكرة العربية وداخل الوطن العربي كله ويخليه في حالة ازدهار شديد؟ بالنسبة لأكاديمية محمد السادس بالمغرب، انشئت سنة 2009 بأمر مباشر من الملك المغربي محمد السادس وبإشراف عام من المملكة المغربية. هدف الأكاديمية هو تصنيع جيل مغربي ذهبي لاكتساح البطولات، وفي نفس الوقت تصدير لعيبة لأوروبا لإنشاء جيل ذهبي مغربي يعيش لعشرات من السنين في المستقبل. الأكاديمية نجحت في دمج الدراسة وكرة القدم، ودي حاجة صعبة جدا أو ما بقتش تتعمل زي زمان. كان في حاجة زيها موجودة عندنا في مصر اسمها مدرسة الموهوبين، وللأسف مدرسة الموهوبين دي ما بقتش موجودة. مدرسة الموهوبين دي طلعت محمود الخطيب، فاروق جعفر، شيكابالا، جمال عبد الحميد، لعيبة كبيرة جدا جدا طلعت من مدرسة الموهوبين في مصر، لكن ما بقتش موجودة. دلوقتي في اللي زيها وبقت أقوى منها دلوقتي أكاديمية محمد السادس، دمج ما بين الدراسة وكرة القدم. بعد 16 سنة أصبحت أكاديمية محمد السادس مخرجة جيل ذهبي زي ما أنا قلتلكوا، أخد رابع العالم وثالث الأولمبياد وأخد أول العالم في كأس العالم للشباب، فأصبحت مصنع مواهب محلية مغربية أساسية. أما عن هدف أكاديمية اسباير بقطر هو تأسيس لاعبين عالميين واستقطاب لعيبة من 12 دولة عالمية ليست عربية فقط، والدمج بين الدراسة والتعليم والمنشأ الصحي، منشآت صحية للاعبين. دلوقتي بقينا نعرف دلوقتي ان في لعيبة كبيرة موجودة في دوريات العالم يقول لك ايه، انا رايح اتعالج في أكاديمية اسباير، او عنده إصابة وعنده تأهيل في أكاديمية اسباير في قطر. لحد دلوقتي الاختلاف هنا بسيط، اللي انا شايفه ان ده موجود هنا وده موجود هنا، لكن الفرق ان أكاديمية اسباير فيها حاجة زيادة اللي هي استقطاب لعيبة عالمية او من دول العالم من 10-12 دولة اخرى غير المنتخبات او غير الدول العربية. هو ده الفرق الوحيد البسيط اللي واضح ما بين الاتنين كهدف اساسي بين أكاديمية محمد السادس وأكاديمية اسباير. لو هنقارن من ناحية المنشآت فمنشأ أكاديمية محمد السادس مجمع تدريبي ضخم على مساحة كبيرة وملاعب نجيل
طبيعي وملاعب نجيل صناعي، وده مهم ان انت يكون عندك الطبيعي طبعا اكتر، سكن داخلي للعيبة، ومدرسة للطلاب واللعيبة ايضا. ليكيب الفرنسية قيمت أكاديمية محمد السادس من أحسن 5 أكاديميات في العالم، وأفضل أكاديمية داخل قارة أفريقيا. أما عن أكاديمية سباير فهي منشأ مبني على طراز أوروبي. الأكاديمية موجودة في قطر داخل مجمع سباير زون اللي فيه أفضل تجهيزات ملاعب بالعالم. عندهم مركز أداء بدني هو رقم 1 عربيا. طيب تعالوا نروح لفلسفة كل أكاديمية. فلسفة أكاديمية محمد السادس إن هي تطلع لاعب مغربي محترف قوي. إزاي تشتغل على اللاعب المغربي من الصفر لحد 100%، والتركيز على الهوية والقوة الذهنية والتعليم. صناعة جيل من المدربين المحليين المغاربة بهوية أوروبية، لكن بيجيبوا لهم مدربين عالميين أوروبيين بيجوا هم اللي يدرسوا لهم، وإن هم بيصنعوا مدربين أقوياء مغاربة. زي دلوقتي ما شفنا نبيل باهة في منتخب الناشئين، ومحمد وهبي في منتخب الشباب والركراكي، لكن أقوى واحد فيهم بالنسبة لي هو محمد وهبي. الراجل معاه الرخصة A برو من الاتحاد الأوروبي. أما عن أكاديمية سباير فهي فلسفتها إن هي استقطاب لعيبة دولية، مش شرط تكون قطرية أو عربية، لأ، أنا ممكن أجيب لاعب من أي دولة في العالم وأنا أقدر أصنعه من الأول وجديد من 0 ل100. المدرسة التدريبية اللي مبني عليها أساس أكاديمية سباير هي المدرسة الألمانية والمدرسة الأسبانية. وزي ما شفنا المدرب الأسباني اللي كان مع منتخب قطر 2022 لكن موفقش. الدمج وتجنيس اللعيبة، يكون في دمج ما بين لاعبي منتخب قطر وتجنيس لعيبة من دول عالمية أخرى، وده شفناه كتير وموجود داخل المنتخب القطري. لو هنروح على اللعيبة اللي خرجتها أكاديمية محمد السادس، فلعيبة محمد السادس لعيبة أقوية جدا جدا. كفاية الأسماء اللي أنا هقولها دلوقتي دي: يوسف النصيري من أكاديمية محمد السادس، أشرف داري، عز الدين أناحي، نايف أكرد، الزلزولي، بن صغير، الزبيري، عثمان معمة. أكم وأكم وأكم من لعيبة خارجين من أكاديمية محمد السادس. لو هنروح على أكاديمية سباير، أكرم عفيف أحسن لاعب في آسيا 3 سنوات، المعز علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، الجيل اللي حقق كاس آسيا 2019 بالكامل من أكاديمية سباير. الأكاديمية مسؤولة عن 70% من قوام منتخب قطر حاليا. نروح لأسلوب الاختيار والانتقاء بين الأكاديميتين. أكاديمية محمد السادس انتقاء محلي خالص من المغرب، البحث داخل المدن والقرى والحارات الشعبية على مواهب مغربية بيور، والبحث عن مواهب مغربية تعيش خارج المغرب، والمحاولة ان احنا ندور على لعيبة مغربية بره ونرجع نخليهم ينضموا للمنتخبات المغربية الوطنية قبل ما يخطفهم منتخبات تانية زي لامين يامال مثلا. وان هو مشروع طويل الامد بيشتغل على الطفل لحد ما يبقى شاب واعد لاعب عالمي. اما اكاديمية سباير بتدور على اللعيبة في داخل قطر وخارج قطر، وانه يحصل مزج ما بينهم، وهي فلسفة الوصول لأسرع نتيجة ممكنة. من الآخر نقدر نقول في نهاية المقارنة إن أكاديمية محمد السادس مشروع وطني محلي 100%، وهو مشروع مستمر وبيصنع قاعدة مواهب حقيقية، والنتائج واضحة زي ما انتم شايفينها مع المنتخبات المغربية. أما عن أكاديمية سباير فهو مشروع ضخم بإمكانيات كبيرة جدا وفلوس غير محدودة مفتوحة، ودمج واستقطاب لعيبة مختلفة الجنسيات مع الجنسية القطرية، وهو نموذج أقرب للأكاديميات الأوروبية.
الخلاصة لو بتتكلم عن مشروع عربي خالص وطني فهو مشروع أكاديمية محمد السادس، ولو بتتكلم عن مشروع عالمي استثماري فهي أكاديمية اسباير بقطر. الاتنين ناجحين، لكن كل واحد ليه سياسته وليه فلسفته وليه أسلوبه. تقدروا تقولولي في الكومنتات ايه اكتر اكاديمية من الاتنين، اكاديمية محمد السادس واكاديمية سباير، والفرق ما بين الفكر المغربي والفكر القطري. تقدروا تقولولي انتم مفضلين ايه احسن. انا كمصطفى ممكن اميل شوية لفكر اكاديمية محمد السادس، لانها بتطلع هوية مغربية عربية خالصة مهمة ان هي تفيد بشكل قوي ومحلي ووطني. أما أكاديمية اسباير رأيي فيها إن هي أكاديمية مفيدة أكيد لكل لاعبي العالم، ومفيدة للدمج لكل شيء، وإن هي بتدي فرصة لناس تانية من جميع بلدان العالم. كان معاكم مصطفى الدالي. ما تنسوش تشاركونا بكومنتات وتعليقاتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس لان ده مهم جدا جدا عشان يجيلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. ما تنسوش تتفرجوا على فيديوهاتنا القديمة. انا كنت عامل حلقة مخصوصة خصيصا عن أكاديمية محمد السادس، ياريت تتفرجوا عليها وتقولوا لي رأيكم، وعامل بلاي ليست عن الكورة المغربية غير الفيديوهات على الكورة المصرية ومتابعة أخبار نادي الزمالك وأخبار نادي الأهلي. وأشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.